يلعب بالشمال. على طاري يحيى كابتن محسن، هذا اللاعب الجميع كان يرى أنه هذا صانع اللعبة الموسيقار الجديد في الكرة السعودية. أنا صراحة مصدوم في اللاعب من قبل، وزادته من المباراة الأخيرة. أنا كلاعب والله العظيم أعشق لعبه يوم كان في الاتفاق، يوم جاء النصر ما أدري نقطة الخوف الزايدة عنده، خايف على نفسه من الإصابة بشكل كبير جدا. الجرأة صفر عنده. بمعنى آخر، أنتم لاحظوا، أنا حديثي لكم وكذلك السادة المشاهدين، أنتم شوفوا معي المباريات اللي يلعب فيها يحيى الشهري، الجرأة عنده يعني صفر، ما أشوفه يطلع قدام. أنت كلاعب يا كابتن محسن، اللاعب اللي يكون هو نزعته هجومية وكل ما استلم الكرة يدور ويرجعها وراء أو على الداخل، أعتقد أنه فائدته دائما تكون ضعيفة جدا لما تكون معدومة. لاعب في مكان يحيى وفي مركز يحيى يلعب على قدام. يعني خلينا ناخذ مثال فهد هريفي، ليش؟ لأن هذا لاعب في النصر وهذا لاعب في النصر وهذا يسمونه الموسيقى بنفس الطريقة، أو هو يعلن أنه نفس اللاعب يعني، وخليفة الهريفي. أنا والله الهريفي ما كنت أشوفه اللي يلعب على قدام وكرة ساقطة، يعني يلعب مثل شفت حسين عبد الغني وهداف يهداف. بعدين هو صانع لعب، يعني حتى هو يلعب يمتعك. يحيى عنده كذا كورة أو كذا مبادرة شفنا منه من يوم جاء النصر، لأن سنة كان في النصر كان بحدود فوق 50 مليون. يعني لاعب هالقيمة هذه توقع منه أكثر. نرجع احنا للمنتخب، ياخذ الكورة شوف يرجع لورا ولا يلعبها في المنتصف. الجرأة عنده والمبادرة صفر، عكس المؤشر مسرع. هاللاعب تجد انه يلعب لين يصل الخط بيطلع، هم من اذا انحشر رجعها. يعني اقول لك انه هاللاعبين الاثنين ذولا بكل امانه لم يكونوا بحجم المنتخب. شوف برجع بس على كلام طارق انه على موضوع الكابتن فهد هريفي ويحيى الشهري. طبعا انا لعبت مع كابتن فهد ويحيى اشوفه الحين. طبعا الجيل الوضع تغير، لا زمان ولا مكان نفسه، يعني تغير الوضع. ماجد عبد الله اول يعطيك فرص، يخلق لك فرص انك بتلعب، يعني انه اكيد بتحركاته. وفهد الهريفي لاعب كعبه عالي على لعبه الوسط، يعني صدق يعني، ولاعب قيادي، يعني عارف يعني. انت حتى انا اوقات وانا صغير، انا بديت مع الهريفي صغير، لما كنت اوقات اسرح دا يجي يصحيني اصحى ترى كذا، عرفت يعني، لاعب قيادي. وبعدين اصلا حتى في الناشئين والشباب اول ما تبدا يعلمونك اللعب قدام، اللعب على قدام، لا ترجع على وراء، خاصه المحاوره وصانع اللعب دائما يكون اللعب على قدام. فهذه الاشياء يعني مع التعود. انا بقول لك حاجه، بس كم عمره معلش يتعلم، يجي مدرب. احنا جانا ارثر جورج فتره من الفترات، المحاوره ولا ذا يمسكها يحطها في كتفه ويركض، يقول ابغاك تركض هنا، ابغاك تركض هنا. يعني يعلمونه، في مدربين كذا اذا ما اسمع كلامه يطلع. في بعض المدربين قوي شخصيه يسوي اللاعب اللي مثل برودوم سوى كذا مع بعض اللعيبه، يعلمهم كيف يحضن، يعلمهم كيف يلعب على قدام وكيف يصارع الكره حتى لو كان راس حربه، تمشي على النهج اللي هو يبغاه. لما انت مدرب هذا اللاعب ما ينفذ خطتك تسحبه برا. بقول حاجه يعني، وهذا يعني على موضوع النصر، نجاح النصر يحيى، وهذا جمهور النصر جمهور صعب. يعني انا لعبت في الفريق الاول 11 سنه، يعني لازم تكون في التوب. اللاعبين اللي معك يعني لازم يكونوا كلهم في التوب. لما انت تلعب يعني ينزل مستواك ما يرحمك جمهور النصر، والله ما يرحمك. بس لما تكون في التوب الجمهور النصر ينجحونك يطيرونك، بتصير مشهور، بتجيك عقود، بينجحونك. واحنا شفنا سنتين 2014 و2015 ايش سووا في لعيبه النصر وكيف كانوا نجوم. فلما الحين ينزل مستواك تحمل ما يجيك من جمهور النصر. يعني هم، وهذا انا اشوف انه من ابسط حقوقهم يسوون كذا. لان لما انت تكون في التوب وتاخذ ملايين من النصر، شوف في امور كثيره ومشاكل كثيره ما بندخل نتعرض فيها، يعني لان المشاكل ما راح، لو فتحناها ما راح تخلص. لكن الجمهور ما عليهم منك. دامك نزلت تقول عندي موضوع رواتب ونفسيتي مع اي حد، ان شاء الله يتوفى لك احد. دامك نزلت عرفت، خليك قد انك لبست الشعر. عندك مشكله، عندك ظروف، توفى لك احد، لا تلعب، اعتذر، قال انا والله ما اقدر العب، وبيعذرونك الناس. بس تنزل الملعب خلاص تنسى كل شيء. الحين ننتظر جواب الكابتن. ليش؟ طريقه لعب يحيى، انا ما اتكلم شوف الان وكلام اللحية الشهري تحديدا، احنا لا ننتقدك، ولكن باقي النقطه هذه اللي نشوفها حتى الان اصبحت غير مفعله. اللعب امام من كذا هو برضو. انت هل تؤيدني كلامي انه صحيح اللاعب ما يطلع قدام؟ يحيى عنده امكانيات كبيره، وانا كمدافع لما يقابل لاعب يعني يتحرك بكره سريع ودربل، يعني بشيل همه. يعني اقول لك الصراحه، يجيني لاعب كبير جسمه وكذا، انا جسمي نفس الحكايه كبير، بيسهل علي الموضوع. بس يجيني لاعب تحت قصير وسريع بيبهذلني. يحيى من اللعيبه اللي يسوي دربل، شفنا اقوال كثيره لهم على الانديه، بس يحيى يبغى له يعني
ينسى الضغط اللي برا يجي عليه مثلا، عرفت؟ ينسى. تتوقع انه في ضغط عليه؟ في ضغط عليه على اللاعبين النصر كلهم الحين مستواهم الان اكيد. اعتقد يخاف من الاصابه انا، لا بس في لعيبه يخاف من الاصابه. لا يعني تتكلم عن العامين اللي راحت، ما في ضغط على لاعبين نادي النصر، في بالعكس اللي فيه دعم وفي ما شاء الله. لا كانوا لا ترى يعني تمجيد وفي كل شيء. وين الضغط فيه؟ في وقت من الاوقات ترى يحيى كان بارز في 14 كان، بس ان الفريق كله يعني طالع ما تبين من الكويس، كلهم كانوا ابراهيم غالب ويحيى والفريق كله ناجح. صح. فما تدقق على احد معين، ولا الفريق كان كله كويس، فلما ينزل الفريق